مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست نفزاوة. معاكم إسراء كارم. ضيفتنا اليوم رسم نافع في الحلو والمالح والأكل الشرقي، صاحبة مشروع في طور الإنجاز سويتس كارتاج. مرحبا بك، كانت تعرفينا بروحك واحكي لنا عن أكثر على مشروع. عسلامة، مرحبا بك ساعة. وانا لحقت اللي انت متابعه وفيه يعني على الباج بتاعي. انا مدام سامية مرزوقي، هاويه للطبخ وملي انا صغيره في الحلو والمالح. الغرام هذا انا زدت طورت فيه وطورت روحي، وليت زاده نتعلم الاكل الشرقي ودخلت الاكل الشرقي في يعني في خدمتي. حبيت نخلي الغرام هذايا مورد رزق، يعني نسترزق منه. علاش لا نطوروا ونوصلوا للعالميه باذن الله. علاش اخترت اسم سويتس كارتاج؟ به انا اخترت اسم سويتس كارتاج على خاطر في اولا رمز تونس اول حاجه، وعلى خاطرني نحب المشروع هذا نوصل به باذن الله للعالميه ونخرجوا معناها للعالم الكل باسم تونس. انا من محبتي لتونس سميت مشروعي سويتس كارتاج. كارتاج هي رمز لتونس. شنو الحاجه اللي تعلمتيها من التجربه نتاعك؟ والله تعلمت الصبر، تعلمت المثابره، تعلمت اني نشد صحيح، سورتو نشد صحيح. شنو الرساله اللي تحب توصلها للشباب؟ نحب نقول للشباب اللي ما اسعفوش الحظ باش يكمل قرايته، انه يشد في الحلم. اكيد الناس كل عندها هوايه، يشد في الحلم نتاعو ويشد في الهوايه نتاعو ويطورها، وعلاش لا ينجم ينجح. انا ننصح اي شباب الكل اللي يسمعوا فيا ينجموا يطوروا من رواحهم، ينجموا ينجحوا في برشا مجالات، في برشا مجالات. اللي عنده هوايه الطبخ، اللي عنده هوايه الرسم، اللي عنده اي هوايه مهما كان ينجم يتوكل على ربي وينطلق ان شاء الله في الحياه. فلا شكرا لك على قبول الدعوه، وهكا نكون وصلنا لنهايه الحلقه من بودكاست نفزاوة.